أنجيل جوميز البداية شيفالير بالإضافة بايبا أنجيل جوميز ريمي كابيلا جوناثان دافيد آدم والناس إثارة لأبعد الحدود وخاصة لنكون حاضر بالتسجيل في شوط الأول. هنا آدم والناس هذا خطير حاضر عن طريق لتألق كبير وانسجام سنة 2022 لكن الآن سنة جديدة. إجروبي بوقت قصير وحتى من خلال مواجهات دائما تكون ثقال مع ليون ومع موناكو، لكن رغم تصريحاته قال لك اشعر بخيبه امل كبيره، ومن خلال التالق في الجولات الماضيه ويوم ما رجع الهداف الكندي جوناثان دافيد يوم ما كان حاضر امام نادي فرنسا تصل بعد ذلك من جديد لمصلحه نادي ليل. آدم والناس خطير للغايه والاطراف هي كلمه على طول الى آدم والناس من آدم والناس بالآن الاستلام يا كابيلا بانطلاقه عن طريق نيس مع نادي نيس وبعد ذلك اصبح مع نادي نيس وبعد ذلك اصبح حاضر مع نادي مونبلييه. من هدف سجل كان فيها وبقوه يتغير في الشوط المباراة الاول اذا استقبل احد الطرفين قوي للغايه. يا فوز يا تعارض اللقب في هاتين المناسبتين، يعني شوف قادر على التسجيل هو لمصلحه المهاري. آدم والناس استلام مثالي عن طريق آدم والناس من هيريلي الى دوفرين يحاول مرور صعب تمر من آدم والناس شوف آدم والناس ما راح يصنع الفارق. النادي بريست رجعت من جديد لمصلحه آدم والناس كل 8 في اغسطس. هنا آدم والناس هنا الخطوره الان عن طريق الجزائري آدم والناس بكل يوم ثبت اقدامك ومن باليبا اعتماد على آدم والناس. يا سلام على الكنترول نقل وشوف مهدي كمارا واللي قدمه في وسط الميدان هو كابيلا يرسل كرة في الامام، لكن بعد هذه الهجمه الان بعد الهجمه اللي عاد فرنسي اللي مات الى ركله مرمى بريست اللي يكون حاضر في الدقائق القادمه. آدم والناس 16 هزيمه في حين نادي لي كان في المركز العاشر من خلال 55 حاضره في بطوله الدوري في بطوله الكاس. يا سلام يا آدم والناس يا سلام على الانطلاق عن طريق الجزائري. راح آدم والناس عدى آدم والناس اللاعب الخطير آدم والناس شوف المهاره شوف السرعه شوف كيف عدى شوف ناس مهاري راح وين الكره العرضيه الان وين الكره العرضيه لك تتحول دكه البدلاء. انت لو تشوف يعني بعد هذا اللقاء راح يكون مع نادي لكن اداء رائع للغايه من خلال لكن التعادل كان على ملعب نادي لي في هذا اللقاء كان في 2019 بالتحديد يوم 6/12 هنا انطلاق عن طريق آدم والناس. آدم كان في السنوات الأولى راح يكون حاضر بالتسجيل هو الآخر. أنا الإبعاد حاضر على طول الأندية النادي بالاستقلال في السنوات الأخيرة ويحاول من خلال التألق الكبير كان حضور بألقاب رائعة للغاية لنادي ليل. لكن آدم والناس وين يا آدم والناس هل يعدي هل يمر لاعب ضد لاعب عادي يمر رمي التماس والعشرين يعني هذا الملعب تقدم للامام وخاصه انت من اللعيبه الاسراع كظلك يا آدم والناس في هذا اللعب تردد هو يستلم ولا يصوب على الطاير لكن ما زال معطي الكره. يا سلام ما فيها شيء تماما، لكن الاستلام اللي كان اول عاد اللقطه هو اللي كان متسلل، لكن شوف مهارة مرمى بين الاقدام مرر تمرير وتغيير في الخط الهجومي. لكن آدم والناس اتوقع راح يكون في وسط هداف طنان مقرية وشافها حتى المدافع دياكاتي. لكن آدم والناس شوف اللي يسويه وشوف في الجهه اليمنى لمصلحه آدم والناس من آدم والناس. يا سلام هذه فيها خطوره هذه فيها خروج آدم والناس
أنجل جوميز البداية شيفالير بالإضافة باليبا أنجل جوميز ريمي كابيلا جوناثان دافيد آدم والناس إثارة لأبعد الحدود وخاصة لنكون حاضر بالتسجيل في شوط الأول. هنا آدم والناس هذا الخطير حاضر عن طريق لتألق كبير وانسجام سنة 2022 لكن الآن سنة جديدة. إجروغي بوقت قصير وحتى من خلال مواجهات دائما تكون لثقال مع ليون ومع موناكو، لكن رغم تصريحاته قال لك اشعر بخيبه امل كبيره ومن خلال التألق في الجولات الماضيه ويوم ما رجع الهداف الكندي جوناثان دافيد يوم ما كان حاضر امام نادي فرنسا. تصل بعد ذلك من جريد لمصلحه نادي ليل. ادم والناس خطير للغايه والاطراف هي كلمه على طول الى ادم والناس من ادم والناس بالان الاستلام يا كابيلا بانطلاقه عن طريق نيس مع نادي نيس وبعد ذلك اصبح حاضر مع نادي مونبلييه. من هدف سجل كان فيها وبقوه يتغير في الشوط المباراة الاول اذا استقبل احد الطرفين قوي للغايه يا فوز يا تعارض اللقب في هاتين المناسبتين. يعني شوف قادر على التسجيل هو لمصلحة المهاري ادم والناس. استلام مثالي عن طريق ادم والناس من هيريلي الى دوفرين يحاول مرور صعب تمر من ادم والناس. شوف ادم والناس ما راح يصنع الفارق. نادي بريست رجعت من جديد لمصلحة ادم والناس كل 8 في اغسطس. هنا ادم والناس هنا الخطورة الان عن طريق الجزائري ادم والناس بكل يوم ثبت اقدامك ومن باليبا اعتماد على ادم والناس. يا سلام على الكنترول نقل وشوف مهدي كمارا واللي قدمه في وسط الميدان هو كابيلا يرسل كرة في الامام لكن بعد هذه الهجمة الان اللي عاد فرنسي اللي مات الى ركلة مرمى بريست اللي يكون حاضر في الدقائق القادمة. ادم والناس 16 هزيمة في حين نادي لي كان في المركز العاشر من خلال 55 حاضرة في بطولة الدوري في بطولة الكأس. يا سلام يا ادم والناس يا سلام على الانطلاقة عن طريق الجزائري. راح ادم والناس عدى ادم والناس اللاعب الخطير ادم والناس. شوف المهارة شوف السرعة شوف كيف عدى شوف ناس مهاري راح وين الكرة العرضية الآن وين الكرة العرضية لك تتحول دكة البدلاء. انت لو تشوف يعني بعد هذا اللقاء راح يكون مع نادي تورك اداء رائع للغاية من خلال لكن التعادل كان على ملعب نادي لي في هذا اللقاء كان في 2019 بالتحديد يوم 6/12. هنا انطلاق عن طريق ادم والناس. كان في السنوات الاولى راح يكون حاضر بالتسجيل هو الاخر. انا الابعاد حاضر على طول الانديه نادي بالاستقلال في السنوات الاخيره ويحاول من خلال التألق الكبير كان حضور بالقاب رائعه للغايه لنادي ليل. لكن ادم والناس وين يا ادم والناس؟ هل يعدي هل يمر لحظه لاعب عادي يمر رمي التماس وال20 يعني هذا الملعب تقدم للامام وخاصه انت من اللعيبه الاسراع كظلك يا ادم والناس في هذا اللعب تردد هو يستلم ولا يصوب على الطاير لكن ما زال ما تذكر. يا سلام ما فيها شيء تماما. لكن الاستلام اللي كان اول عاد اللقطه هو اللي كان متسلل لكن شوف مهارة مرمى بين الاقدام مرر تمرير وتغيير في الخط الهجومي. لكن ادم والناس اتوقع راح يكون في وسط هداف طنان مقرية وشافها حتى المدافع دياكاتي. لكن ادم والناس شوف اللي يسويه وشوف في الجهه اليمنى لمصلحه ادم والناس. من ادم والناس يا سلام هذه فيها خطوره هذه فيها خروج ادم والناس